السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معظم الاستشارات اللي بتيجي من الأمهات الأيام دي إما إن هي بتكون عن تحرش الأطفال بالأطفال أو الكبار بالأطفال أو التبول الليلي. اتكلمنا في التبول الليلي قبل كده، خلينا نشوف موضوع التحرش. معظمنا بيبقى وقت طويل مش مع أولاده، يا إما بيكونوا في المدرسة أو في الحضانة أو في السنتر بياخدوا درس أو مع المدرس أو المدرسة، فمعظمهم بيقضي وقت بعيد عننا أو منفصل عننا حتى لو في نفس البيت أو في نفس المكان. الغريب في الموضوع إن حوادث التحرش بتيجي من أشخاص لم نكن نتخيلهم أبدا وكنا نحسن الظن بهم، زي الأخت بأختها أو الأخ بأخوه أو ابن الخال بابن خاله أو بنت العم ببنت عمتها أو ابن العمة ببنت عمته. الموضوع بيبدأ في الأطفال الصغيرين على شكل تعرف وفضول مش أكتر. ممكن تكون البنت بتتعرف على أجزاء جسمها أو الولد بيتعرف على أجزاء جسمه، وبعد ما يتعرف على أجزاء جسمه وهو بيستحمى يبدأ بقى عنده فضول عايز يتعرف على أجزاء جسم الطرف الآخر أو الجنس الآخر. يعني لو ولد عايز يتعرف على أجزاء جسم البنت لمجرد الفضول، هو لسه ما عندوش أي رغبات متكونة. لو الأم ما عندهاش الوعي التربوي وبتقعد مع أولادها وتعرفهم حقوقهم، حقوق الملكية في أعضاء جسمهم، وإن مش من حق أي حد إنه يطلع على جسمهم أو يشوفهم أو يلمسهم، بيبدأ الطفل تحت ضغوط أو إلحاح أو تخويف أو إرهاب الطرف الآخر إن هو يستجيب لموضوع التحرش. والكارثة الكبيرة إن المجرم اللي بيقبل على التحرش وهو كبير وواعي وعارف، لو هو شخص ناضج، بيهدد الطفل أو الطفلة إن أنت لو قلت ماما هتموتك أنت، وماما هتأذيك أنت، لأن أنت اللي غلطان مش أنا، ولو قلت أنا هقتلك، ولو قلت أنا هعمل كذا كذا. فبيفضل الطفل عايش تحت تهديدين: تهديد إنه انتهكت كرامته وانتهكت ثقته بنفسه، وتهديد إنه هيتأذي أو هيموت أو هيجراله حاجة إذا أفصح عن هذا التحرش. هعرض لكم أبسط حالات التحرش: بنت 14 سنة ببنت خالها اللي هي الصغيرة عندها حوالي 8 سنين، وفضل الموضوع متستر عليه، البنت ما بتقولش حاجة ولا الصغيرة بتقول حاجة، لحد ما اكتشفوا فجأة إن البنات بتختفي مع بعض في وقت معين بتعليمات من الكبيرة لأن هي اللي فاهمة. أما الواقعة التانية، زوجة طلقت وراحت بيت أهلها واتبقى الولد في بيت أهل باباه، وقدرا جه الأب توفى، فضل الولد وحيد. فبقت مرات عمه يصعب عليها تنزل ابنها يبات معاه، وفي يوم لقيت الولد بيشتكي بحرقان ومش قادر يتحكم في الحمام الستول. خدته وراحت للدكتور، قال لها الولد ده متدمر، معتدى عليه والوضع كذا كذا كذا. استفسرت الأم من ابنها عن اللي كان بيحصل، قال لها يا أمي هو كان بيعمل لي عصير أو بيعمل لي شاي، وبعد ما أشربه بنام ما بدراش بحاجة خالص غير الصبح. دي حالة من الحالات. أما الحالة الثالثة، بيت عيلة والأطفال بيلعبوا مع بعض، ولاد العم كبار فيهم عيال في ثانوي، وولاد العم التانيين أطفال صغيرين، فيهم طفلة عندها حوالي 10 سنين والتاني ولد في أولى ثانوي. بتاخد أخوها ويطلعوا يلعبوا فوق مع ولاد عمها. الولد بقى يسرب إخواته ولاد عمه ينزلهم يلعبوا على السلم، وبقى ياخد البنت في أوضة فوق على السطوح، وحصلت المصيبة. هنا بقول لكل أم عينك في وسط راسك على بنتك من إخواتها وعلى ابنك من ولاد عمه ومن ولاد خاله. محدش يآمن لحد أبدا، خاصة الأفراد اللي بيقربوا من الأسرة بشكل ملفت أو اللي بيجيبوا هدايا للأطفال، وبالتدريج بيحاولوا يستفردوا أو ينفردوا بالطفل بعيد عن الأسرة، سواء على شكل نزهة أو يخرجوا أو هاخده أجيب له حاجة حلوة أو هاخده وأروح مشوار. حذاري حذاري، خليكي أم ناصحة وذكية، لأن معظم الحوادث بتكون من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو صداقات الأسر اللي بتبقى بتحاول تكون صداقات شديدة أو علاقات قوية مع الأطفال بالذات، سواء ضحك أو هزار أو لعب أو خروجات. احذري من القصة دي. طيب إزاي الأم تعرف إن الطفل اتعرض للتحرش؟ أول حاجة، الطفل لما بنقول له روح مع عمك فلان أو روح العب مع فلان بيقول لأ، ولا بتحسي فيها بخوف أو حاجة مش طبيعية في الطفل. الحاجة التانية، إن الطفل بيزوغ منك وما يحاولش يقولك تفاصيل الوقت اللي قضاه مع الشخصية دي. عملته ايه؟ يقولك لعبنا. عملته ايه؟ جاب لي حاجة حلوة.
طب احكي لي التفاصيل من اول ما خرجت. مفيش يا ماما، الولد مش عايز يحكي تفاصيل لانه متحذر ومتخوف. وسبحان الله الام بتبقى حاسه ان في حاجه مش طبيعيه، واللي بيأكد الاحساس ده شويه علامات. اولها ان الطفل بيكون منسحب وانطوائي، ومعظم الوقت قاعد حزين وسرحان وحاطط ايده في بقه. تاني حاجه ان الطفل شهيته للطعام بتقل نتيجه قلقه او الاضطراب النفسي اللي حصل عنده. بعد كده الولد بتجيله مجموعه من المخاوف، زي الخوف ان هو يخرج من البيت، الخوف ان هو يروح مكان لوحده، خوف انه يقعد لوحده. لما بيسمع سيرة الشخص ده بتحسيه ان هو مرتبك وظهر علامات القلق والاضطراب. والام الذكية تلاحظ اذا كان الطفل بيظهر معاه من وقت للتاني مبالغ مالية هما ما ادوهولاش، ممكن يكون المتحرش هو اللي رشاه بالمبلغ ده، او حلويات او شوكولاتة. كمان الام بتلاحظ ان الطفل بدأ يتبول لا ارادي. ليه؟ لان الطفل الاضطراب النفسي اللي حصل عنده نتيجة الصدمة عمل عنده خلل واضطراب سلوكي، ممكن يكون ظاهر في مجموعة مخاوف: الخوف من الضلمة، الخوف من القعدة لوحده، التبول الليلي، التأتأة. يعني حاجات كتيرة ممكن تظهر نتيجة الصدمة دي، خاصة ان الصدمة بتكون عند الطفل غير متوقعة، لان الموضوع ده حصل من شخص كان بيثق فيه جدا، وعشان كده بيكون اثر الصدمة عنده مدمر نفسيا ومزلزل لكيانه ووجدانه. لاحظي برضو ان الطفل ممكن في بعض الاحيان يستخدم عبارات او ايحاءات خارجة ما كانش بيستخدمها قبل كده، او عبارات كبيرة عن سنه. فخلي بالك قوي وخليكي حذرة من الالفاظ والعلامات اللي بتظهر على الطفل في مرحلة من سن 4 سنين لما فوق. بتلاقي الطفل لما يجي اسم الشخص اللي تحرش بيه وشه بيتغير وما بيحبش ان هو يكمل الكلام عنه. بتعرفي ان انت كمان الولد حصل له او البنت حصل لها تحرش لما بتلاقيها قاعدة لوحدها فترات طويلة، او بتسأل اسئلة غريبة اكبر من سنها او اكبر من سنه ما كانتش متعودة ان هي تسألها، او بتستخدم الفاظ او ايحاءات ما كانتش بتستخدمها اكبر من سنها برضو، او حاجات بتاعت الكبار. في دلائل كتير جدا الام بتحس بيها حتى من غير الطفل ما يتكلم، لو الام حذرة وفطنة وام ذكية. طيب يا ترى ايه هي الخطوات اللي المفروض اعملها مع الطفل اللي حصل له تحرش او الطفلة؟ اول حاجة بديله الامان والثقة جدا، وابدأ احتويه واحتضنه، وابدأ اعمل حوار او افتح قناة حوار معاه علشان اديله الثقة انه يتكلم معايا ويحكي لي اللي حصل. ما تستعجليش، ممكن ما يحكيش اللي حصل ده مرة واحدة ولا على مرتين ولا 3، ممكن كل مرة كده يديكي مفتاح من موضوع حصل. يعني مثلا يقولك: ماما هو يعني ايه كذا، ماما هو عمه كذا ده حلو، ماما هو فلان ده مؤدب. يبدأ يسألك أسئلة تشكي أو تعرفي من خلالها إن في حاجة أو حوار حصل بينه وبين الشخصية اللي دايما يتكلم عنها بقلق وبتفسير. لو بدأ الطفل يحكي لك ولو جملة واحدة أو إشارة واحدة اديله الأمان، اوعى تنهاريه. حتى لو حكى حاجة فظيعة اوعى تنهاريه أو تشخطي فيه أو تزعقي له: انت ازاي ما قلتش، انت لو قلت من يومها كنا اتصرفنا. كده انت قطعتي باب الأمان عنده، ولو في حاجة أخطر هيخبيها عنك، لأنه عارف إنه هيتعاقب مش هيتحاور أو هيتصاحب أو هتعوضيه الصدمة النفسية اللي حصلت له أو الاضطراب النفسي اللي حصل له نتيجة فقدان ثقته في نفسه وفقدان ثقته في الشخص اللي تحرش بيه. إذا الطفل فتح لك قلبه وحكالك اللي حصل كله من أوله لآخره، أول خطوة بتعمليها بتوديه لمعالج نفسي أو دكتور نفسي يعمل له جلسات قوامة نفسية. كمان بتعرفي ابنك أنواع اللمس الآمن واللمس الغير آمن. اللمس الآمن ده لمس الأم وهي بتغير له أو بتطبطب عليه، لمس الأب وهو بيحضنه أو بيسلم عليه. أما الطفل بحاول إن أنا أدعم نفسيته وأقويه وأشجعه إنه يواجه أي شخص بيعمل الحكاية دي بالصراخ أو بالزعيق. والحاجة الأهم إن أبعد ابني من المكان اللي فيه المتحرش، لو كانت مدرسة أو حضانة أو درس أو غيره. ولو كانت مؤسسة لابد إن أنا أبلغ المؤسسة علشان أحمي الأطفال التانيين. بعد ما حميت ابني وأخدته بعيد لازم أحذر من هذا الشخص وأبلغ المؤسسة بالجريمة اللي عملها، أو أبلغ الشرطة لو الموضوع أكبر من التحرش. في بعض الأسر اللي بتتصرف بشكل خاطئ وتتكتم على الموضوع علشان خوفا من الفضيحة، وبيبدأ الطفل هنا يكتم مشاعره السلبية بداخله ويتحول لحالة من الاتنين: يا إما طفل ذليل مكسور فاقد ثقته بنفسه وثقته بالمجتمع وثقته بالأشخاص اللي حواليه
وده بيدمره نفسيا ودراسيا واجتماعيا. يا إما طفل متبجح خاض تجربة من أصعب التجارب التي لا تمحوها الذاكرة مدى الحياة، وبالتالي لما بيكبر وبينضج بيحاول يقلد نفس الدور أو نفس التجربة اللي هو خاضها مع الأشخاص أو الأطفال اللي هم أقل منه. ومعظم المتحرشين سواء كانوا من أبناء الشوارع أو الأسر العادية مر بتجربة سلبية تشبه التجربة اللي هو بيمارسها حاليا. علشان كده لابد من تأهيل أولادنا تأهيل نفسي وتأهيل توعوي، علشان الولد يكون حذر والبنت تكون حذرة، ما تثقش في أي حد أبدا. وده بيعتمد بدور كبير أو بشكل كبير على دور الأم في التوعية والحفاظ على أبنائها. شكرا لكم، دمتم أمهات واعيات، حفظ الله أبنائنا.